لنا ريري بيطلع فين. هتلاقي منه باكو واتنين. ايه هو الاعلان؟ طيب الاعلان مش مجرد فيديو بيتشاف، الاعلان بيعتبر فن من فنون التواصل. الاعلان هو الوسيله اللي بيتحول بيها المنتج من مجرد شيء بيتباع لقيمه هناخدها لما نشتري منتج. لابس امينجو بينور وانا عليها بدور مين ده. علشان نعرف نعمل اعلان ناجح لازم نفهم الاول احنا بنعلن عن ايه، لمين، وليه. بريف يعني عن الموضوع. وهنا بيتبني 3 اعمده اساسيه. اول حاجه الانسايت، ودي الرؤيه التسويقيه، مش بس احنا بنبيع ايه لكن ليه الناس هتشتريه. دلوقتي محتاجين ترانزيشن. بعدين تيجي تاني حاجه الكرييتيف كونسبت، اللي هي الفكره الابداعيه. اي اعلان لازم يكون فيه حاجه اسمها ستوري دريفن، يعني الاعلان يحرك مشاعرك او يغير وجهه نظرك. بنشوف اعلان دوف ريل بيوتي، هنا دوف ما ركزتش على بيع المنتج لكن ركزت على ان كل ست جميله بطريقتها، مش مجرد منتج لكن رساله بتعزز الثقه بالنفس. الاعلان الناجح مش بيعرض منتج بس لكنه بيديك شعور، لاننا بنتفاعل مع المشاعر بشكل اكتر من اي شيء تاني. نيجي لثالث حاجه اللي هي البراند اكسكيوشن، يعني الالوان، الايقاع، اللوجو، الجنجل، كل التفاصيل اللي تخلي البراند يفضل محفور في ذهن الجمهور. بعدها بنطلع بالفكره اللي هي الكرييتيف ايديا، اللي بتخليك تضحك، تتاثر او تفكر. بعد كده بيجي دور التنفيذ او الاخراج، وفي المرحله دي المخرج مش بيصور بس، ده بيحط فيجوال استراتيجي كامله للاعلان. الهدف الرئيسي من الاعلان ان يخلي الناس تحس بشعور ما ويخليها تاخد خطوه بانها تشتري المنتج او تستهلك الخدمه. وده مهم، بس الاهم ان الفكره اللي بتقدمها في الاعلان تفضل متعلقه في دماغهم. عندي سؤال، في موسم رمضان السنه دي بالنسبه لكم ايه احلى اعلان؟ سلام.